محمود شعبان رجل أعمال ناجح، بيحب يشغل فلوسه في حاجات كتير. فجات له فكرة إنه يعمل مزرعة ويجيب فيها 10 عجول بقري تسمين. بس كانت المشكلة إنه مش فاضي لمتابعتهم، ولازم يشوف شخص أمين يسلمه المشروع. فكلم مجموعة من أصدقائه يساعدوه إنه يلاقي الشخص ده. وبالفعل جاله تاني يوم شاب وقال له: بص بقى، أنا أنسب شخص يهتم بالحيوانات بتاعتك. فسأله عم محمود باستغراب: ليه بقى يا عم الشطور؟ فبص له الشاب وقال له: عشان هتلاقيني ساعة المصايب قاعد كده بشرب لي كوباية شاي ولا في دماغي أي مشاكل. رد عليه عم محمود وقال له: المية تكدب الغطاس، أديني هغيب شهرين وأشوف الشطارة. وفعلا سافر عم محمود ورجع بعد شهرين، وكان سمع إن في مرض في الأبقار انتشر في قريته بيخلي البهيمة جسمها كله حبوب. فوصل المزرعة وخلاص ناوي يشمت بقى في بتاع كوباية الشاي ده، لكنه اتفاجئ إن حيواناته بسم الله ما شاء الله زي الفل، والشاب في المزرعة ولا في دماغه أي مشاكل، فعلا زي ما قاله. فبص للشاب وسأله وهو مندهش: لا ده انت تحكي لي بقى عملت ايه بالظبط؟ رد عليه الشاب بكل فخر وقال له: أنا قلت الوقاية خير من العلاج. فرحت رايح على الوحدة البيطرية وطلبت من الدكتور تحصينات للأبقار. راح قال لي على تحصين اسمه الجلد العقدي. أسكت أنا بقى على كده؟ لا طبعا. رحت سألته: إيه هي أعراض المرض ده يا دكتور؟ فرد عليا وقال لي: ده مرض فيروسي بيصيب الجلد في الأبقار، وبينتقل عن طريق الحشرات وخصوصا الناموس، وبيعمل عقد جلدية من سنتي ل5 سنتي. والعقد دي بتكون تحت الجلد وممكن توصل كمان للعضلات، وكمان ممكن إنها تقع وتعمل لي جروح في الحيوان. بتنتشر بقى فين؟ بتنتشر في كل أجزاء الجسم، وممكن كمان تظهر في الأنف وبتعمل ضيق تنفس، وممكن تظهر في العيون وتعمل لي دموع كتير ممكن تؤدي لي إلى إن العين تقفل، وكمان بيأثر على الضرع ويقلل في إنتاج اللبن، وممكن كمان تظهر في الرحم وتعمل لي إجهاض للعشار، وممكن تظهر في الأرجل وتعمل لي عرج. فشوف بقى حضرتك كل المشاكل دي ممكن نتجنبها بمجرد بس إني أحصن ضد المرض ده. والتحصين عبارة عن إيه؟ عبارة عن 1 سنتي بس بيتاخد تحت الجلد للحيوان، وبيبقى مرة واحدة في السنة. بذمتك بقى في أسهل من كده؟ ودينا أهو قاعد مرتاح والحمد لله، ولا مرض ولا يحزنون. الوقاية خير من العلاج. كنت معكم دكتورة لمياء فؤاد أنور، إدارة الوقاية والإرشاد بمديرية الطب البيطري بأسوان.